السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ اليوم ان شاء الله غادي نوجد واحد المملحات روعه البنات، غادي نسيوكم في كاع المملحات اللي عرفتهم من قبل. بالنسبه للغزاله ديالي غنبداو بالحشوه هي الاولى باش نطيبوها ونخليوها تبرد. عندي معلقه كبيره ديال لا موطارد، 2 معالق كبار ديال دانون مسوس، عندي هنا الثومه بودره، عندي واحد صدر ديال الدجاجه مقطع رقيق، واحد البصله مشلضه، الزيتون خضر مقطع، عندي هنايا الزعتر، شويه ديال الملحه، شويه سكينجبير، البزار، شويه الخرقوم والعطريه ديال الدجاج. ندوزو ان شاء الله باش نبداو نشحروا الحشوه ديالنا. هنا الغزاله درت المقله، درت فيها شويه ديال الزيت، ضفت عليها بصله، دابا غنشحر هاد البصله مزيان حتى تنزل. عاد غادي نضيف عليها الصدر ديال الدجاج. هنا الغزاله ديالي بعد ما نزلت ليا هاد البصله دابا غنضيف الصدر ديال الدجاج. هنا غنضيف العطريه مع داك الزعتر، هنا الغزالات غادي نضيف الثومه، هنا البنات باش ديروا الصدر ديال الدجاج جبدوا شويه في البوطه باش ما يطلقش لينا داك الماء ويجي ناشف. هنا غنزيد معلقه ديال المطارد، معلقه البنات تكون كبيره. الغزالات ديالي بعد ما طبنا داك الدجاج دابا غادي نضيفو 2 معالق كبار ديال دانون مسوس. هنا الغزالات غادي نخليها فوق البوطه حتى تنشف ليا مزيان من هاد لاصوص اللي فيها، وغادي نطفي عليها وندوزو ان شاء الله باش نوجدو العجين. الغزالات ديالي سمحوا لي ما ضفتش الزيتون، غادي نضيفو دابا حتى الاخر. المقادير ديال العجين عندي هنا البنات 4 الكيسان كبار ديال الفورص، عندي نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب يكون دافي، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، واحد شويه ديال الملح، نص خماره حمراء، ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. دابا غادي نجيبو شي بانيو فاش غادي نخدمو. غادي نضيف هذا الحليب هو الاولاني، غادي نضيف عليه الزيت، غادي نضيف عليه الماء، نص كاس ديال الماء، غادي نضيف عليه السكر سنيده، غادي نضيف عليه نص خماره حمراء، هنا غادي نضيف معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. غادي نخلطهم البنات مزيان، وغادي نضيف تقريبا كاس اولا نص كاس ديال الطحين، ماشي بزاف، وغادي نغطيهم البنات ونخليها حتى تخمر ليا مزيان. عاد غادي نضيف الطحين. انا غادي نخلطها مزيان. هنا البنات غادي نغطيها بالبلاستيك وغادي نخليها البنات على جنب، نغطيها ونخليها حتى تخمر ليا مزيان. عاد غادي نضيف الملحه ونضيف الكميه اللي بقات ليا ديال الطحين. هنا الغزاله ديالي بعد ما خمرت ليا هذيك الخليط اللي درنا، دابا غادي نضيف عليه الملح وغادي نبداو نجمعوا البنات بالطحين. انا البنات كنت عابره 4 ديال الكيسان، وغادي نشوف شحال غادي تدخل ليا.
بالنسبه لبنات العجينه ما كتكونش قاصحه بزاف وما كتكونش رطبه كتلصق في اليد. انا غنبقى البنات بحال هكا حتى نجمعها مزيان. ما تدلكوهاش البنات، ما تدلكوهاش بزاف العجينه. بعد ما عجنتها علكتها البنات غير واحد شويه، يعني غير بما تجمع ليا. دابا البنات غادي نخليها هنايا حتى تخمر ليا مزيان، عاد غادي ندوز نطلقها ونشكلوا منها ان شاء الله المملحات ونتلاقاو. هذه هي العجينه ديالتي بعد ما خمرت. دابا غادي ندوز نطلقها مزيان بالدلاك وغادي ندوز باش نقطعها ونديروها في المول. نرشوا البنات واحد شويه ديال الطحينه ولا تلقاوها ما بين جوج ديال البلاستيكات. راه البنات كتجي مساعفه، يعني راه كتجي غزاله البنات، كتجي رطبه. بالنسبه للبنات قبيله، بالنسبه للعجينه خدات ليا غير 3 الكيسان ونص، ما دخلتش 4 ديال الكيسان كاملين. بالنسبه للبنات الكميه ديال الطحين راه غادي تشوفوا عينكم ميزانكم كي كنقولوا نتوما، الطحين واش كيشرب ولا لا. والعبار ثاني ديال الكيسان باش خديتو، انا عبرت بالكاس ديال العنبه. هنا البنات حاولوا تلقوها شويه رقيقه. فاش بقى فيها الخميره باقا غادي تخمر. هنا البنات تاكدوا بان العجينه ديالتكم تكون ما لاصقاش من التحت. انا خديت هاد القطعه هذه. يمكن لكم البنات ديروا حتى الدائريه، هي كتجي زوينه، ولا المربع. انا غادي نخدم في هذا الليمون ديال كاب كيك. انا البنات غنبقى بحال هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله. هذه هي العجينه البنات ديالتي بعد ما سرحتها في المول، كتجي بحال هكا. وهذه هي الحشوه. دابا غادي ندوز نعمر هاد المملحات بحال هكا وندير لهم الفوق الفرماج. يا اما ديروا لهم البنات فرماج موتزاريلا ولا الفرماج الاحمر اللي عندكم في الدار ديروه. هذا هو الشكل البنات ديال المملحات بحال هكا كيجيو. دابا غادي ندوز ندخلهم للفران البنات. اللي سخنتو من قبل راه ما كياخذوش البنات الوقت بزاف في الفران، راهم دغيا كيطيبوا. نقصوا عليهم البنات البوطو وخليهم يتحمروا الفران وخليهم يتحمروا في خاطرهم، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. المملحات ديالنا البنات كيجيو على هذا الشكل هذا، كياخذوا واحد التحميره غزاله البنات. نتمنى تجربوهم وتردوا عليا، ونتلاقاو ان شاء الله في الاطباق النهائيه.